الزمالك وانبي والاهلي وبيراميدز ماتشين لا يقبلوا القسمة على اتنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد، فيديو مهم جدا جدا وحلقة جديدة عن ماتشين الزمالك وانبي والاهلي وبيراميدز. واحنا كزملكاوية مستنيين ايه من الماتشين؟ طيب، خلينا نبتدي بسرعة مع ماتش الزمالك وانبي. وده ماتش انا بالنسبة لي مش ماتش بس بثلاث نقط، لا، الماتش بتاع الزمالك ده هو ماتش الدوري، ماتش الدوري. يعني لازم الزمالك يكسب ماتش ده، مش بس يكسبه. انا انزل مع يعني ادوس على انبي. انا خسران من انبي الدور الاول، وده السبب اللي معطلني اصلا. دلوقتي كان زماني خلاص فاضل لي بونت واخد الدوري. فانا ماتش انبي بالنسبه لي هو يعني بلغه الكوره كده هو طار. انا ما ينفعش انزل ماتش انبي ده مستسهل، لا، انا هنزل ماتش انبي من اول الماتش هدوس على انبي، سواء بقى بالروح تبقى متغيره. محدش يفهم لعيبه الزمالك ان انبي هيسيب الماتش او هي ينزل الماتش من غير دوافع. بالعكس، هتلاقي اللعيبه نفسها بتاعت انبي مشحونه. اللعيبه بتاعت انبي طبعا احنا عارفين كلنا كهربا، وعارفين الناس اللي كانت عملت مشاكل الماتش اللي فات مع الجمهور زي اقطاع عبد الله، وزي اللعيبه التانيه اللي كانت وكابتن زياد كمال اللي قاعد يعمل كده وبتاع والكلام الشغل التعبان ده. الزمالك لازم يكسب الماتش ده، ومن من اول شوط. ما ينفعش اتاخر في النتيجه، ما ينفعش استنى شويه في النتيجه، ما ينفعش افضل مستني اجيب جون. لا، انا يعني افضل مستني ومتاخر ومتاخر وبحضر. وزي ما بلعب بيراميدز كده كده مش هلعب ب 2-6، لا، انا هلعب ب 2-8. ان شاء الله يكون بنتائج رجع، لو بنتائج ما رجعش هيبقى فتوح هيلعب ومحمد السيد وعبد الله ومعاهم محمد شحاته. الزمالك لازم ينزل كمان من اول الماتش عارف ان الماتش ده هو بيقربه بنسبة 80% من الدوري. الماتش ده اهم، يعني بالنسبة له اهم من ماتش الدوري، لان انت لو رحت لماتش الاهلي وتعادلت مع الاهلي ان شاء الله هتحسم الدوري، وان شاء الله الدوري هيكون زملكاوي. فلازم لعيبة الزمالك، لازم كلنا نقول للعيبة الزمالك، والناس كلها توصل لعيبة الزمالك حاجة زي كده، ان احنا هننزل الماتش ده مفيش يعني اي حاجة تخلينا نبقى مريحين. احنا الماتش ده نازلينه موت، الماتش ده نازلين نكسر وش اي حد، نكسر وش انبي باللعيبة بالادارة الفنية. احنا نازلين نكسب في الملعب. نخلي بالنا ان احنا عندنا اخوان بزيرة عنده انذار عشان ماتش الاهلي، عندنا كمان ناصر منسي واخد انذارين وفاضل له انذار. فاحنا كل ده لازم ناخد بالنا، لازم اللعيبه تاخد بالها. لازم اللعيبه ما تقتنعش 1% ان هي ياخد الدوري. الدوري لسه في الملعب، الدوري لسه، انت بتتكلم في 4 ماتشات 12 بونت، انت فرق 5. فانت لسه في 7 بونت انت محتاجهم، انت محتاج 7 بونت، محتاج 3 ماتشات او محتاج 8 بونت. 8 بونت دول لازم محتاج تكسب 3 ماتشات او تكسب ماتشين وتعادل ماتشين. وانا مش في حمل تعادل، انا لازم انزل اكسب، لازم انزل اكسب انبي واكسب الاهلي، وكده خلصت الدوري. لازم لعيبه الزمالك تبقى عارفه حاجه زي كده. احنا كجمهور هنكون وراكم كده كده، احنا كجمهور هنكون موجودين في الاستاد، والناس هتبقى موجوده في الاستاد من بدري، والناس هتبقى موجوده الساعه 5 في عز الحر. الناس لازم كلها اللعيبه تبقى عارفه ان الزمالك وجمهور الزمالك وراهم. لازم كمان يكونوا عارفين ان احنا ما عندناش رفاهيه، لان في ناس لسه مقتنعه او في ناس لسه بتردد الدوري احنا زي ما قلنا في الملعب، بس الناس لسه مقتنعه تقول لك الدوري في الاهلي. لازم اللعيبه تبقى عارفه حاجه زي كده، لازم اللعيبه تسمع حاجه زي كده. لازم كابتن معتمد يبقى اول حاجه يقولها للعيبه احنا ما خدناش الدوري لسه، احنا لسه الدوري قدامه 4 ماتشات. ال4 ماتشات دول انا محتاج منهم 3 ماتشات اكسب واريح في ماتش سيراميكا في الاخر الدوري. يبقى الزمالك لازم يلعب على الحته دي. لازم الماتش ده هيكون نفسي اكتر من هو فني. وزي ما ماتش انبي عطلنا الدور الاول، ماتش انبي ممكن يعطلنا الدور الثاني او يعطلنا في الدوره المجمعه دي. فاحنا لازم ننزل نكسب انبي. ومش هقول لك بقى احنا لازم ننزل من اول الماتش ما بحلش انبي. لازم اعرفهم يعني ايه الزمالك. احنا الزمالك اصل مش انبي هي اللي تيجي تقول لنا، ولا لعيب من الانبي يجي يبص للجمهور، ولا لعيب من انبي
يجي يتف على الجمهور، ولا الحركات اللي هم عملوها الماتش اللي فات ده. لازم اللعيبه تبقى عارفه حاجه زي كده، ان الجمهور مش هيقبل اقل من المكسب، ولا تعادل ولا هزيمه طبعا ان شاء الله لا قدر الله. يبقى احنا ما عندناش اوبشن تاني. يبقى احنا كده ان شاء الله الزمالك هينزل زي ما احنا، زي ما نزل في ماتش بيراميدز. هننزل بنفس التشكيله تقريبا ما عدا محمد اسماعيل، هيكون معاه هيكون بداله محمد السيد. وهنلعب بنفس التشكيله تقريبا 99% منها، سواء مهدي سليمان، عمر جابر، الونش، حسام عبد المجيد، فتوح، محمد السيد، عبد الله السعيد، شحاته، عدي الدباغ، وناصر منسي، واخوان بزيره. طبعا انا رايي ان هو برضو يلاعب محمد ابراهيم، وهفضل مصر على رايي ان محمد ابراهيم هو اللي يلعب مكان عمر جابر، لان انا بشوف ان محمد ابراهيم بيكون عنده البدني بتاعه اعلى من عمر، او يمكن عمر كويس ساعات عنده خبره في حاجات كده، لكن انا اشوف محمد ابراهيم بصراحه من الناس اللي اثبتت نفسها وقادره ان هي تلعب في المركز ده مستريح. طبعا يعني عمر جابر مش لعيب صغير، طبعا لعيب كبير جدا، بس احنا حاسس ان احنا محتاجين دلوقتي محمد ابراهيم. ده بالنسبه لماتش الزمالك وانبي، فماتش ما يقبلش الاسم على اتنين، ماتش ما فيهوش كلام، ماتش الدوري باذن الله. طيب تعالى اقول لك بقى احنا عايزين ايه من ماتش الاهلي وبيراميدز. الاهلي طبعا هيلاعب بيراميدز برضو في نفس اليوم الساعه 8. طبعا كل الامال لسه موجوده للاهلي او لبيراميدز. الماتش ده هيكون مهم جدا للاثنين، سواء الاهلي او بيراميدز. ماتش هيكون فيصل، ان هو هيفرق، لو حد كسب فيهم هيفرق 3 بونت عن الفريق التاني. الماتش ده ب6 بونت بمعنى اصح، ان هيضمن على الاقل خالص ان هو يبقى فاضل له ماتش ولا حاجه ويقدر ان هو يصعد افريقيا. وطبعا اي فريق في الثلاثه عايزين ان هم يكونوا في افريقيا، فهيكون ماتش مهم جدا 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 بالنسبه للزمالك. كمان افضل نتيجه للزمالك هتكون تعادل، افضل نتيجه للزمالك هتكون تعادل. فلازم الزمالك او لازم الاهلي وبيراميدز بالنسبه لنا احنا كزملكاويه، يعني لو هم تعادلوا يبقى كده 10 على 10، احنا مش محتاجين حاجه ثانيه. يبقى احنا كده بقينا فرق، وان شاء الله نكسب يبقى فرق 7 بونت. 7 بونت ده خلاص ان شاء الله نكون احنا ايه، خلاص يعني احنا بنتكلم في بونت وبنتكلم في 2 بونت وشكرا على كده. نتعادل ماتش الاهلي ونحتفل ان شاء الله، او نكسب بالاهلي ونتعادل ونحتفل بالدوري في ماتش الاهلي. فاحنا دلوقتي بيراميدز انا بقول ان هو مش هيقدر يسيب الماتش. طبعا الناس بتقول اصابات في بيراميدز ومش عارف مين مش هيلعب وكذا لعيب اتصاب وكذا لعيب اتوقف والكلام ده كله. طبعا الكلام ده طبعا احنا عارفين ان هو بيراميدز هتنزل هتموت نفسها في الملعب، وكالعاده يعني هي بتنزل قدام الاهلي بتموت نفسها طبعا زي ما بتموت نفسها قدام الزمالك. بس هو الزمالك طبعا الزمالك هو الزمالك قدام بيراميدز بيكسب الحمد لله. يعني دلوقتي بيراميدز قدام الاهلي، والاهلي كمان هينزل عنده دوافع غير طبيعيه. ولكن الزمالك لو كسب ماتش انبي، انا رايي ان ماتش بيراميدز والاهلي هيبقى 50-50، يعني ممكن يطلع تعادل. ليه؟ هيقلل من الدوافع بتاعت لعيبه الاهلي ولاعيبه بيراميدز. ليه؟ لان الزمالك خلاص هو هيبقى مشكلتهم بقى انا اكسب بقى عشان اصعد افريقيا والكلام ده كله. لكن الزمالك لو كسب انبي هيصدر الاهلي وبيراميدز الساعه 8 بعدها ان هو لازم ان هو خلاص الزمالك فرق عن الاهلي وبيراميدز، واي تعثر لاي فريقين هيبعدوا خالص عن المنافسه. يبقى كده شكرا، يبقى كده اي فرقه هتخسر هتبعد خالص، تبعد بقى عن الدوري، وكمان ممكن تبعد عن المراكز اللي بتودي لدوري ابطال افريقيا. فاحنا عايزين الماتش بتاع الاهلي وبيراميدز. طبعا احنا كلنا سامعين اخبار وان اللعيبه والنفسيه والحاله وماتش وهنكسب، وناس بتطلع في السوشيال ميديا، والدوري في الجزيره، والدوري في مش عارف فين، والدوري جاي في السكه، والدوري راكب تاكسي ومش عارف، والكلام ده كله. فلازم لعيبه الزمالك تكون عارفه حاجه زي كده، لازم الناس كلها تبقى مقدره، ملناش دعوه بحد، احنا عندنا ماتشين 3 لازم نكسبهم عشان ناخد الدوري. يبقى هو ده اللي انا اركز فيه، انا بركز في الماتشين بتوع الدوري، او ركز في الماتشين اللي جايين دول عشان اقدر اخد الدوري، وماليش دعوه الاهلي يكسب بيراميدز يكسب الاثنين يتعادلوا، انا ماليش دعوه، انا اكسب وخلاص. هما اتعثروا بقى مع بعض، يبقى دي بالنسبه لنا مكافاه، او بالنسبه لنا هديه منهم، تبقى طبعا مقبوله. لازم الناس كلها تبقى ورا الزمالك في اليوم ده ان شاء الله باذن الله. الجمهور كله في الاستاد، الناس كلها هتبقى ورا الزمالك كالعاده الزملكاويه.
كعادة الماتشات كلها. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنطلع من ماتش انبي، واليوم ده يوم الاثنين باذن الله بالليل نحتفل ان احنا فرقنا 7 بونت عن الاهلي وبيراميدز. شكرا ليكم، وما تنسوش فولو ولايك وسبسكرايب على القناة. شكرا.